في مطعم سوري هنا يستاهل ان احنا نعمل له مقاطعه احنا كمصريين، وانا هفضحه دلوقتي وهوريكم اسمه. اقسم بالله هفضحكم. نزل ايدك، نزل ايدك. بلا سلامه بلا بتنجان، خلاص انتوا ما خليتوش حد يحبكم اصلا. الناس كانت قايله يعملوا مقاطعه للمطاعم السوريه وانا كنت بهاجمهم. يا عم روح بس كده وعلى ايدك، نزل ايدك. يا جماعه في مطعم سوري هنا موجود في السوق الشرقي في الرحاب اسمه تشوروز، تمام؟ المطعم ده لازم الناس تقاطعه، لازم الناس تقاطعه. ليه بقى؟ لان المطعم ده بينصب على الناس. المطعم ده انت مالك انت يا صاحبي؟ بعد اذنك روح شوف عيب. انت مصري وبتشتغل هنا وبتدافع عنه، ما تتكلمش خالص بعد اذنك. بلاعب يا سلام بعد اذنك بقى كده. المطعم ده يا جماعه بيخليك تشتري الحاجه تفضل تاكل فيها وتخلص فلوسك هنا. سمعت عن ترند تشوروز؟ جيت اجربه ومن حلاوته قاعد هنا من امبارح وفلوسي كلها خلصت. بينصبوا على جيوبنا يا جماعه، هتخش معاك فلوس من حلاوه الاكل هتطلع مفلس. النهارده تشوروز موجود في الرحاب في السوق الشرقي. دي تشوروز قرفه وسكر طعمها يجنن، ودي كمان تشوروز كلاسيك طعمها برضو يجنن، ودي بقى تشوروز محشيه كريمه وفواكه طعمها جامد بشكل غير طبيعي، ودي تشوروز محشي صوص فواكه دي في حته تانيه بجد. وده بقى اسمه قاب تشوروز، ده موجود فيه تشوروز وكريمه وفواكه وغرقان بصوص الفراوله. اقسم بالله جامده بصراحه، عجبني قوي وما كنتش عايز اوقف. وده حاجه اسمها كورن دوج، بصراحه لما دقته ما كنتش قادر اوقف اكل حرفيا. هو طعمه حلو. موجود منه كورن دوج بالشيدر وكورن دوج بالموتزاريلا، بجد تجربته جميله وطعمه لذيذ قوي. ترند تشوروز معروف جدا، ودلوقتي موجود منه فرع في الرحاب في السوق الشرقي جنب مسجد عبد الرحمن بن عوف. هتلاقي المحل في شارع البازار اللي موجود في السوق الشرقي. صدقوني انا مجربه بنفسي وبجد اكله حلو جدا جدا. تعالوا هنا وقولوا له من طرف معاذ وهيعمل معاكم الواجب.